سلام الله عليكم. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة حقيقية مشوقة وغامضة في القنيطرة. جريمة خطيرة اختفت فيها فتاة على بعد أيام من العرس ديالها، والسيارة الكحلة والظلال الغامضة خلاو الحي كامل في حيرة. القصة فيها مطاردات، أسرار، شبكة منظمة، والشرطة القضائية كانت كتسعى باش تحل هاد اللغز قبل ما يوقع داكشي اللي ما بغيناش. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات المشوقة بحال هادي. نهار الجمعة في القنيطرة والشتا كطيح بزاف والريح كتلوح في الزنقة. مجدولين كانت على بعد يومين من عرسها مع سمير، وكانت فرحانة ومتحمسة. خرجت من عند الصديقة ديالها ليلى باش تكمل التحضيرات الأخيرة. ما رجعاتش للدار في الليل، والجيران لاحظوا سيارة كحلة وقفات بزربة في الزنقة، ولكن ما عرفوش شكون كان فيها. تعطلات في الليل بزاف. العائلة تصدموا وما لقاو حتى أثر ديالها، وبلغوا الشرطة القضائية. الشرطة القضائية بدات البحث، ولكن ما لقات حتى أثر. ويلي القضية حامضة حتى لهاد الدرجة. هنا دخلت الشرطة القضائية باش تاخد الملف وتبدا تحقيقاتها الدقيقة. جمعوا كل المعلومات من العائلة والجيران، والو ما نفعوهم في حتى شي حاجة. راجعوا الكاميرات المراقبة في الحي والأزقة القريبة، وسجلوا كل تحركات سمير باش يتأكدوا باللي ما عنده أي تورط في القضية، حيت شكوا فيه هو اللي غبرها. ولكن كل شي كان غامض. السيارة الكحلة اختفت من الكاميرات، وما كانش أي دليل مباشر يوصل المجدولين. الشرطة القضائية بقات أيام كتجمع الأدلة وتحلل كل صغيرة وكبيرة. كاميرات المراقبة كتبين راجل طويل بملابس داكنة كيتبع مجدولين بعد ما خرجت من عند الصديقة ديالها، ولكن ما عرفوش شكون هو. كل محاولة لتتبع سمير كانت سليمة وما عنده أي تورط. المحققين لاحظوا أن حالة مجدولين ماشي هي الأولى، حيث وقعت اختفاءات مماثلة في الحي، وكلها كان عندها تشابه في الأماكن والظروف. بعد 4 أيام من التحريات والبحث، الشرطة القضائية لقات شريط فيديو من كاميرا مراقبة في زنقة مهجورة، حيث كانوا كيحاولوا يشوفوا جميع الكاميرات اللي ممكن تكون السيارة دازت منهم. المهم، الكاميرا فيها واحد الراجل كيدخل واحد المحل مهجور ومعاه فتاة مغطية بكاشة. هاد الخيط خلى الفريق كامل يتحرك بسرعة. نصبوا مراقبة سرية على داك المحل اللي كان من المحتمل المجرم كيخزن فيه الضحايا. كل نهار كانوا كيتابعوا أي حركة، وكل ليلة كتزاد صعوبة المهمة بسبب الظلام والجو الممطر. واحد الليلة الشرطة القضائية شافت الظل ديال الراجل كيتحرك بين الأزقة القديمة. بداو كيتبعوه بصمت بلا ما يحس. كل خطوة محسوبة والدقات ديال القلب سريعة. وصلوا المخزن مهجور بعيد على الحي، وكان نفس الرمز اللي شافوه في شريط الفيديو محفور على الجدار. داخل المخزن لقاو مجدولين حية، ولكن مرعوبة ومخلوعة. لقاو معها 4 ديال البنات حتى هما كانوا مخطوفين. الوضع كان مقلق بزاف، حيت بداو كيسمعوا همسات المجرمين. هادشي خلى الفريق يحس بخطر كبير على حياة الضحايا، وكانوا خاصهم يتحركوا بسرعة. المجرمين حاولوا يهربوا من المخزن، ولكن الشرطة القضائية كانت مسيطرة. بعد مطاردة قصيرة داخل المخزن، قبضوا على المجرم الرئيسي واللي كان مسؤول على الشبكة كاملة، وباقي أفراد العصابة تم التوقيف ديالهم كاملين. كل الرموز والخرائط اللي كانت غامضة طوال التحقيق تفسرت فجأة، وكل خيوط تجمعات في مشهد واحد. مجدولين رجعات لعائلتها سالمة، وباقي البنات حتى هما. العصابة كلها تم التوقيف ديالها، وخططهم كلها تكشفات، والشرطة القضائية نجحت في إيقافهم قبل ما يقدروا يديروا أي جريمة. بعد التحقيق ديال الشرطة القضائية كشفات كل تفاصيل الشبكة، طريقة الاختطاف، مواقع الضحايا، الأساليب اللي كانوا كيديروهم باش يبقاو مخفيين، وحتى النوايا الإجرامية الكاملة ديالهم.
وكشفوا أن العصابة كانت ناوية تبيع البنات في شبكة اختطاف كبيرة في خارج البلاد، وتستعملهم للابتزاز المالي والإجرامي، وحتى اللي كانوا ناويين يستعملوهم باش يضغطوا على عائلاتهم ويحققوا مكاسب غير قانونية. الناس كلهم رجعوا كيحسوا بالأمان، ولكن القصة بقات محفورة في ذاكرة كل واحد بسبب الغموض والتشويق اللي كان فيها، وكونها تحلت فجأة في آخر مشهد خلاها قصة مشوقة ومثيرة لا تنسى. وهذه هي نهاية القصة، ولكن قبل ما نسالي بغيت نقول لكم إلى عجبتكم القصة خليوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات المشوقة بحال هذه. وإلا عندكم شي ملاحظات أو آراء على القصة ولا بغيتوا نحكيو قصص أخرى ما تبخلوش علينا في التعليقات، بغينا نسمعوا رأيكم ونحسوكم كجزء من القناة اللي هي ديالكم. المهم سلام الله عليكم. كان معكم المحقق وانتم كملوها.